عليكم متتبعينا الحادقات. الشهيوه ديال اليوم هي كيش مالح كيجي منسم ومذاقه رائع. باش نوجدوها غنحتاجو بيضه، 2 اصفار بيض، 180 مليلتر كريمه، ملح، بصله صغيره مشلضه ومشحره، ملعقه قزبر مقطع، فرماج محكوك، 150 غرام ديال زبده نباتيه، 300 غرام ديال الدقيق، ملعقه كبيره سكر كلاصي، علبه فيلي داند فيمي ديال باشا، علبه سوريمي ديال باشا قمرون. ندوزو للتحضير. في اناء نديرو الزبده ضروري ومؤكد بحراره الغرفه، الملح، السكر كلاصي، الدقيق، ونرملو الخليط بيدينا حتى يبان لينا الدقيق شرب الزبده مزيان، ونزيدو صفر البيض ونجمعوها مزيان. نديرو العجين بين 2 قطع ورق الطبخ ونطلقوها بالمدلك، ونطبعو دوائر بالكاس. ناخدو كل دائره ونلبسوها المول، نزولوا الجوانب، ونستمروا بنفس العمليه حتى نكملوا العجين ونتقبوه. في اناء نديروا البصله، الفرماج، القزبر، نقطعوا شرائح الديك الرومي مربعات صغار ونزيدوهم، نزيدو بيضه ونزيدو الكريمه السائله ونخلطو، ونعمرو لاباط ديالنا بالخليط، ونقطعو السوريمي ديال باشا كروفيت دوائر ونديروهم في الكيش، وندخلوهم الفران سخون على درجه حراره 180 لمده 20 دقيقه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيش مالح من اللي طابو. راه هاد الوصفه هي المعتمده عندي. قبل ما ندوزو لسؤال الحلقه نذكروا بملخص المقادير. باش تحاولي تربحي الهديه ديال هذا الاسبوع جاوبي على سؤال الحلقه. كيف كانت البصله اللي استعملنا؟ مشلضه فقط، مشحره فقط، او مشلضه ومشحره؟ شكرا على المشاهده، وما تنساوش تلتحقوا بنا على الفيسبوك، انستغرام وتيك توك، يوتيوب، والموقع الرسمي لقناه طب حادقه. باي باي عليكم.